نمرة واحد، احنا كلجنة أولمبية وكمصريين احنا نتمنى جدا 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 غير الامانه يا باشمهندس بعد اذن حضرتك، يعني الامنيه دي نتمنى ان هو لا 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 ايوه طبعا طبعا. انا شخصيا لا ما اتكلمش انا بصفتي، لا يا فندم انا مش بصفتي، انا بشخصي اتمنى انه يبقى معايا. عارف ليه؟ مش عشان انا يعني النبي، يعني عشان انا رئيس اللجنه الاولمبيه، الله اعوذ بالله من كلمه انا يعني، وانا رئيس البعثه دي، فمن مصلحتي ان انا ارجع رئيس البعثه دي قدام الناس كلها، بغض النظر ان الناس فاهمه ان اللجنه الاولمبيه هي اللي عملت ده كله. وبكرر وبقول ان دور اللجنه الاولمبيه في احراز الميداليات قدام كل الناس دي لا يتعدى 10%. دور اللجنه الاولمبيه في احراز الميداليات لا يتعدى 10%. انما النسبه الكبيره موجوده للاتحاد، للاعب نفسه، وكمان للنادي بتاعه وللدوله. انما احنا خدمات للناس دي، فما حدش يجي يقول انا اللي جبت ال5 ميداليات في اثينا. لا، ما حدش جاب 5 ميداليات في اثينا. اللي جاب ال5 ميداليات في اثينا ناس كتير، اقلهم اللجنه الاولمبيه. وانا اهو ان شاء الله نجيب 100 ميداليه لا تنسب ليا، وانا قصدي انا بتكلم ليا يعني للجنه الاولمبيه باعضاء مجلس ادارتها، تنسب للمنظومه كلها الا اقلها اللجنه الاولمبيه، الا اقلها اللجنه الاولمبيه. صح، اللجنه الاولمبيه هي بيت الرياضه، واللجنه الاولمبيه هي الرمز الكبير، انما التنفيذ والآلية ومن يثاب اكتر واحد المفروض الاتحاد والنادي. النادي مهم جدا، ونرجع حتى نقول وندعو لربنا ايهاب عبد الرحمن ده لو كان ما عندوش موهبه رمي الرمح، اما كنت تقعد تتمرن فيه من هنا ل 100 سنه قدام ما كانش هيعمل. فده خلقه ربنا كرم من ربنا ان ادانا واحد زي ايهاب عبد الرحمن عنده موهبه زي كده. الخطيب مش هجيب واحد النهارده اعلمه كوره عشان اخده في المنتخب لو ما عندوش الموهبه مش هيروح. رمضان صبحي اللي عنده 18 سنه اللي راح انجلترا ما في، فدي مهم جدا. فما اقولش انا ما انزل نفسي انا اللي رحت في اثينا وخدت 5. لا يا حبيبي، انت ما رحتش اثينا خدت 5. الاتحاد بتاعه وامه وابوه لهم دور قوي، اما قالوا له نام بدري عشان تصحى الصبح تتمرن، وصلي عشان ربنا يوفقك، والتنشئه وحاجات كتير جدا. نرجع لايهاب وحاجات ايهاب حضرتك لما راح احنا مالناش دعوه بالموضوع ده، احنا واقفين معاه 100% وهنفضل واقفين معاه 100%، ومش هينقطع مننا الامل ان ايهاب عبد الرحمن يشارك معانا. يعني ممكن يشارك. احنا امبارح ما هقول لحضرتك حوصل، احنا امبارح بعتنا جواب للوادع، المنظمه العالميه لمكافحه النشاط، والنادو اللي هنا، عشان ده لازم بعت لهم، لان لو ما بعت لهمش احتراما من المؤسسات الدوليه مش هينظروا للطلب بتاعنا. ده العرف وده الاخلاق بتقول كده. وبعتنا للجنه الاولمبيه الدوليه، وبعتنا لسباستيان كول اللي هو رئيس الاتحاد الدولي الحريص جدا جدا على الميداليات، واحنا شايفين بيعمل ايه على المنشطات، وشايفين بيعمل ايه في روسيا. وبعتنا للسفير المصري في اسبانيا. دول كلهم عشان الرد، وبنطلب منهم طلبين، بنقول لهم من فضلكم عندكم حلين تدوهم لنا وساعدونا فيهم كل الاطراف دي. نمره واحد ان المعمل هيقفل يوم 30، فلازم العينه كانت النهارده اخر يوم، لان العينه بتاخد 3 ايام عبال ما تطلع النتيجه، فانت بتاخدها النهارده وتنتظر 3 ايام. لازم تطلع النتيجه قبل ما المعمل يكون قفل والناس روحت اجازه الصيف. فده كان اخر يوم، فبنقول لهم من فضلكم مدوا الفتره دي، اعملوا العينه، خلينا نيجي بعد 10 15 يوم يكون المندوب العلمي ده حسب الطلب. وانا مش عارف لغايه دلوقتي مين ليه لا يستعاض بالمندوب العلمي بمندوب علمي اخر، انا برضه مش عارف، او هو هيعمل ايه برضه انا مش عارف. قد يكون هو هيشوف الاجراءات، برضه مش حديثنا. انما في الاخر بعد 10 ايام يكون الراجل ده خد الفيزا بتاعته وراح هو مع ايهاب عبد الرحمن ليطمئن قلبه وكل حاجه، ويعمل اللي هو عايزه. تاخد لها كمان 2-3 قبل ما تظهر من النهارده 10 ايام، يعني يوم 7-8 تطلع النتيجه على يوم 10. المنافسات بتاعتهم يوم 18. الامل انا هكمل لحضرتك. ادي عرض، او العرض الثاني دلوقتي انقل العينه بي وديها معمل ثاني في المانيا واعتمد برضه. ادي الاثنين دول باللوائح والقوانين، الاثنين دول مرفوضين دايما باللوائح والقوانين. انما احنا برضه ما سيبناش حاجه الا نتطرقناها عشان احنا يهمنا الموضوع ده كله، واحنا المفوضين في هذا الموضوع مش حد تاني، لصالح هذه البلد.